فلو انت ما حققتش اللي انت كنت واعد نفسك بيه السنة دي فاعتقد ان الفيديو ده ليك. 2025 ما كانتش السنة الأنجح بالنسبة لي، وده لما قعدت مع نفسي وفكرت لقيت ان هو بسبب شوية حاجات بيرسونال وخاصة جدا، وبسبب شوية حاجات تانية عامة بتحصل معانا كلنا. فلو انت ما حققتش اللي انت كنت واعد نفسك بيه السنة دي فاعتقد ان الفيديو ده ليك. من الحاجات اللي حسيت ان هي اثرت جامد على انتاجيتي هي اني سبت الورقة والقلم، وبقيت بعتمد بشكل اكبر على الديجيتال نوتس زي كيب وغيره من الديجيتال ابس. من وانا في ثانويه عامه وانا مقتنع بفكره الورقه والقلم دي عشان اذاكر او عشان اقفش اي خواطر او اسجل اي افكار تيجي على بالي. وكتير من الكرييتورز اللي كنت بتابعهم كانوا بيعززوا عندي الفكره دي زي ابو زيد وعلي محمد علي وغيرهم كتير. فاكر كمان وانا في الجيش كان معايا الميني نوت دي وكان بيجي معاها قلم، وبالرغم ان انا ما كنتش بفضى كتير في جيشي الا اني كنت برضه بلاقي وقت فاضي في الفواصل اللي ما بين الطوابير او وانا واقف خدمه. كان بيجيلي افكار كتير في الوقت ده وكنت بقدر ان انا اسجلها في وقتها قبل ما انساها. تخطيط بقى لحياتي، افكار جديده، حاجات او اهداف عايز اعملها، كل ده كنت بقدر اسجله او اعمله زي كابشرنج كده من خلال الورقه والقلم. هتقولي طيب ما كيب وغيره من الابس التانية بيعملوا كده وبرضه ممكن تلاقيه في جيبك في اي وقت. هقولك ما انا كنت فاكر زي كده في الاول ولا زلت لحد دلوقتي بستخدمه لو عايز اقفش اي خاطره او اسجلها قبل ما انساها لو مش معايا ورقه وقلم. بس انا شايف ان الموبايل ده هو تاني اكبر عدو للبني ادم بعد ابليس، وده لانك بدل ما كنت قاعد في اوضه هاديه فاضيه ومقفوله عليك انت وافكارك اكنك كنت واخد بعضك ونزلت الشارع. نوتيفيكيشنز للصبح، مش عارف مين بعت لك مسج، ميلز عايز يترد عليها، ومش عارف مين طلع لايف. متخيل ان انت وسط كل ده ممكن تنتج او تطلع بفكره؟ توالي الخيبات ونقص الحافز. وانا في الجيش وخصوصا في اخر شهرين كنت كل امل ان انا هخرج وهعمل واسوي، كنت محمل بافكار كتير واهداف اكتر. بس لما خرجت واتصدمت بالواقع واكتشفت ان الدنيا مش هتبقى سهله زي ما انا كنت متوقع، اتقفلت شويه وخدت خطوتين ثلاثه لورا وبدات اشك وافكر هو الاهداف دي كانت اكبر من ان هي تتحقق، ولا الخطط اللي انا كنت حاططها ما كانتش واضحه ومظبوطه كفايه، ولا العيب فيا والموضوع كبير عليا وانا فاشل فعلا. ضيف على كل ده بقى ان ما يبقاش حد جنبك حاسس بيك او عارف ان انت بتفكر فيه وبتمر بيه، ولا بيشجعك او بيزقك على الحاجه اللي انت عايز توصل لها او تقرب لها. فبيجي لك احساس كده اللي هو اللي انا بعمله ده صح اصلا ولا لا؟ طيب هل الطريقه اللي انا بحاول اوصل له بيها دي هي انسب واحسن طريقه، ولا في طريقه تانية احسن واسهل ونتيجتها اضمن؟ وبيبقى جواك كم من السيلف داوتس تهد اجدعها جبل واجدعها واحد. اصعب حاجه بجد وانت بتحاول تبتدي حاجه جديده او توصل لاي حاجه هي نص الطريق، مش البدايه زي ما بيقولوا، لانك ما بتبقاش عارف هل لو كملت هتوصل لحاجه فعلا ولا هتبقى مشيت كل ده على الفاضي. كذبه المي تايم. علماء النفس واللايف كوتشز والكتاب العرب والاجانب واللي كتبوا في السيلف ستيم او السيلف ديفلوبمنت بيقولوا لنا ان احنا لازم يكون عندنا المي تايم، اللي هو باختصار شويه وقت نخصصه لينا نعمل فيه الحاجات اللي احنا عايزينها وبنحبها، زي مثلا فرجه على فيلم او حلقه من مسلسل انت بتحبه، او تعمل اكله او مشروب على مزاجك وبروقان، او اي نشاط تمارسه يحسسك من جواك انك فعلا مبسوط وراضي عن حياتك. بس مع الوقت المفهوم ده بدأ يكبر وبدأ ياخد مساحه اكبر من يومنا، لدرجة انه بقى واخد معظم يومنا ان ما كانش كله. السوشيال ميديا والتيك توك بقت جزء اصيل من يومنا، بقى هما الديفولت اوبشنز بالنسبة لنا في اي دقيقة فاضية بنعدي بيها، في المواصلات، في بريكس بتاعت الشغل، في الخروجات او التجمعات بتاعت الاهل والصحاب. ما بقاش في عندنا اي مجال لاي حاجة تانية. يومنا كله بقى عبارة عن احسن فرايدي تشيكن، اكتر برجر جوسي، مين عمل ايه، فلان اشترى ايه، ده شتم ده فده عمل بلوك لده. مفيش مساحة لانتاج اي فكرة، لان بكل بساطة مفيش وقت للتفكير اصلا. زمان ولما كنا بنسمع كلمة ادمان كان بيجي في بالنا حاجتين مالهمش تالت، يا اما المخدرات يا اما الكحول، ومع الوقت بقى فيه يا اما الاباحيه او الجنس. لكن دلوقتي بقى فيه ادمان السكرينز. اللي قدامكم ده هو السكرين تايم بتاعي في يوم شغل عادي.
كل ده وانا على وعي بخطوره الموضوع ومش بفتح سوشيال ميديا خالص وقافل النوتيفيكيشنز اصلا. ما بالكم بقى بالناس الطبيعيه العاديه اللي سايبه كل حاجه مفتوحه. لو عايزين نعمل حاجه لنفسنا بجد ونفيد نفسنا هي اننا نفضي مساحه شويه من يومنا للملل. للاسف الملل طلع عليه في الفتره الاخيره سمعه مش كويسه، وده بسبب الرأسمالية والكوميرشاليزم اللي بقت داخله في كل حاجه. اللي هو ليه تفضل قاعد كده لما ممكن تنزل اللعبه بتاعتنا تلعب وتكسب فلوس ملهاش اول من اخر، او تخش على البلاتفورم بتاعنا علشان تشوف نجومك المفضلين واللي كل واحد منهم عامل 4 مسلسلات في السنه، او تخش على السوشيال اب الفلاني علشان تتابع الترند العلاني واللي هيطلع بعديه 9000 ترند دول المفروض تكون متابعهم برضه. كل ده علشان ما تحسش انك مش شبه اللي حواليك او فايتك كتير او مش مواكب العصر. تخيل معايا كل دول في سبق علشان جايزة واحدة بس، وهي انت وتركيزك. كارل نيوبورت واللي كتب كتاب زي ديب وورك بيقول لك ان السماح بالملل جزء اساسي علشان تبني عقل منتج. وبيقول برضه في كتابه ديجيتال مينيماليزم اننا هربانين من الملل طول الوقت وده بيقتل التفكير الابداعي. الخلاصة واللي انا عايز اقوله ان الملل مش فراغ، الملل هو المساحة اللي بتظهر فيها الافكار. وده اللي انا فشلت ان انا اعمله في 2025، بس هحاول ما اكرروش السنة دي. وفي الاخر لو عجبك الكلام دوت وعايز تشوف الخلقة دي تاني ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب علشان ما يفوتكش الكلام اللي جاي.